أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من قناتكم مغرب أطلس نيوز. مغرب أطلس نيوز في دقائق. أتمنى أن تكونوا بألف خير. في واحد المقابلة ديال كرة القدم الخاصة بمبتور الأطراف، يعني برجل وحدة، والمقامة في مصر. المصري كيكرر نفس الهمجية والوقاحة ديال أبناء الأمهات الفضليات بين قوسين والشوارع الحمراء، هذوك صحاب العقلية السوقية التي دأبوا على ممارستها بينهم وفي حياتهم اليومية في بيوتهم. وتكررت صفعة اللاعب الشيبي اللي حصلت للشيبي تكررت مع واحد الوليد ديالنا آخر في بلاد الانقلابات والأحكام العرفية. الشيء الذي ما بقاش مسموح به واللي ولا متكرر، ومسألة زادت على الحد ديالها وأصبحت مقرفة. ما بقاش مقبول وقاحة المصريين والتمادي ديالهم في قلة الحياء والخبث أو خبث أفعالهم. لسنا نحن من نضرب على قفانا ونعرف كيف تجلدون. أنتم على قفاكم جيدا وتصفعون على خدكم، فالضرب على القفا والصفع يحصل لكم في بقاع الأرض. وندري جيدا كيف أشنو تيوقع لكم في الخليج وفي دول أخرى كالأردن، وكيفاش كيعاملوكم هنا وهناك، بحيث هم اللي كيعرفوا لكم، وهم اللي كيعرفوا الحقيقة ديالكم، ويعرفون كيف يجب معاملتكم أكثر منا، وتستحقون ما يحصل لكم. وأنا ما كيعنيني منكم لا شيء يعنيني منكم لولا الأفعال ديالكم التي لا تمت بصلة إلى الأخلاق الإنسانية. ماشي حنا اللي تنتهك الكرامة ديالنا، وماشي حنا اللي تنتهك الإنسانية ديالنا. وأنتم كتعرفوا هذا الطبع ديالكم انتوما، ولكن زاد عن حده. هذه علامة خاصة بكم وحدكم. هذه الأفعال التي تجرأتم على فعلها مع أبنائنا مرفوضة ولن نقبلها. إذا كنتم تحملون عقدة منا فتعالجوا منها من فضلكم، ولا تفجروها أو لا تفجروا عقدكم في أبنائنا. إذا كنتم تطأطئون رؤوسكم عند الكفيل من أجل أن يرضى عليكم، مع الأسف ففي بلدنا تجدون ما لا تحلمون به وما لا تستحقون. فأنتم من أجل الحصول على فرصة تنقلكم من الفقر المدقع إلى حياة الإنسان الطبيعي كتصبحوا جاريات وعبيد. عقدكم تقيحت، وما يحصل لكم داخليا من معاملة حكامكم لكم منذ الفراعنة إلى آخر صلخة خديتوها في الميادين من طرف عساكركم، ماشي احنا اللي مسؤولين عليها أو على ما يحصل لكم. ولكن المشكل لولا المنبطحين والمنبطحات الذين رفعوا قيمتكم في بورصة الإنسانية لما تجرأتم علينا مع الأسف. لأن هذوك المنبطحين والمنبطحات بحالكم مهزومين نفسيا وعاطفيا ومدلولين في الكرامة ديالهم. كنعرفوا عنكم ما يجعلكم تعودون إلى رشدكم وتنكمشون وتتقلصون حتى تعودوا إلى حجمكم الطبيعي، مثل العجين الذي يصنع منه الأطفال قردا أو هرا أو كوخا، بحال هذيك بحال هذيك الأكواخ الموجودة عندكم في المقابر المسكونة مع الأسف بالأحياء والأموات. كنعرفوا كيف نرد شركم وخبثكم، فنحن أبناء جبال الأطلس الشامخة، وأبناء الفاتحين والمجاهدين، وأحفاد الأولياء والشرفاء الذين علموا أجدادكم معنى التصوف والتعبد. التجارة احنا اللي دخلناها لكم، المغاربة الذين علموكم التجارة ونجحوا في اختراق جهازكم العسكري والديني والسياسي في فترة من الفترات. والدور الذي لعبه أجدادنا في تطوير مجتمعاتكم وكياناتكم الاقتصادية حتى صارت قوية ومتينة، ما خصكمش نساوه. يعني هذه الأشياء التي أنشأها عندكم أو أنشأوها عندكم ومازال كتستفدوا منها إلى الآن. المغاربة علموكم كل مناحي الحياة الراقية، وما زالوا يعلمونكم يا ناكري الجميل. وما تنسوش كيفاش علمناكم العيش كالبشر والحياة الحضارية من مطبخ وملبس وأشياء أخرى. وأناقة العائلات المغربية والأسر المغربية لا تعد ولا تحصى، مثل عائلة المراكشي والشريبي والتاجي اللي هاجروا لعندكم، داروا أكبر خطأ في حياتهم، خلاو ولادهم تمك. وعائلة برادة والحلو، وهم الذين أوصلوا إليكم تجارة البن والتوابل وبزاف ديال التجارات وبزاف ديال السلع المغربية، منها النعال والبلغة وخليها على الله، مما يدل على أنكم كنتم حفاة وعورات. ما كنساوش احنا الأفعال ديالكم ولن ننساها. عائلة بن جلون اللي وصلت آخر، يمكن لا ماشي آخر،
عائلة بن جلول اللي وصلت عندكم سنة 1712 وغيرهم من التجار المغاربة الكبار. فضل المغاربة عليكم لا يعد ولا يحصى في كل المجالات أو مجالات الحياة الحضارية. وما قلته هو غيض من فيض، فالفراعنة لم يتركوا لكم سوى العبودية والجلادين مثلهم ولعنتهم التي سترافقكم إلى الأبد، ومع ذلك لا تستحون. ولهذا كان ينطبق عليكم المثل المغربي، أعتذر منكم، ينطبق عليكم المثل المغربي الذي يقول ما أذكرش واحد الجملة فيه الذي يقول ضرب هذيك حتى تبول واللي في راسها ما يزول. كنظن المثل المغربي معروف، قلبوا عليه في جوجل وغتعرفوه. سيداتي سادتي، قام واحد شحتاوي بصفع مغربي داخل الملعب، كتقام عليه مقابلة كرة القدم الخاصة بمبتور الأطراف، وقد تم إعطاؤه البطاقة الحمراء، هذاك اللي صفع المغربي، وتم طرده من الملعب. ولكن هذا لا يكفي، وقد كانت عندهم في هذه المقابلة كانت واحد التدخلات خشينة منهم، سبحان الله، على ناس كي دايرين. وهذه هي العادة ديالهم المريضة المتواصلة مع الأسف، كيبغيو ينتصروا بواحد العقلية ديال الجهل، ديال التخلف، واحد العقلية ديال الناس اللي عايشين في ما فهمتش أنا هاد الناس هادو. وانتصر عليهم في هذه المقابلة، وبالرغم من هذا الشيء كامل انتصر عليهم الفريق الوطني المغربي ب4-2. ولكن هذا لن يكفي على المسؤولين ديالنا أنهم يخرجوا على الصمت ديالهم ويكسروا على الأنياب ديالهم، أو يكسروا على أنياب الأطلس أسد الأطلس ومخالبه. لا أحد سيقول لك لماذا تكون ردة فعلك عن فعل وقح. هذه عادية مسألة، هناك فعل وقح، خص تكون عندي ردة فعل. إذا ما كانش عندي ردة فعل فأنا راه ماشي إنسان عادي، أنا يعني فيها شي خلل. أين المشكل حين ندافع بأن نرد بالقوانين، وعلى الأقل يكون عندنا استنكار ونبينوا العين الحمراء ونقفوا كل التطاول ديال هاد الناس هادو على المغاربة، لأنه تجاوز كل الحدود. أين هو المشكل في أنكم تهضروا وتتكلموا؟ وفينا هما دوك اليوتيوبر المغاربة اللي كيسميوا راسهم بالأحرار؟ فينا هما؟ علاش ما تيهضروش على هذه القضية دي؟ كيضربوا الطم اللي كتعلق. هما باينين اليوم هما تيتكلموا، هما متخصصين غير في دولة الخليط المنوي الفاسد، دولة الكازيرنات. مع الأسف نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون شي رد فعل من هاد الناس ومن المسؤولين المغاربة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.